الفترة دي فعلا كان باين عليا بجد إرهاق الثانوية العامة. امتحان الفيزياء اكتر مادة حرفيا تعبت فيها طول السنة. يعني النهارده رابع يوم. المهم بعد الفترة دي كلها الحمد لله كلت داري وبقالي أسبوع قاعد في البيت. القصة دي أنا فضلت أكتب فيها من أول شهر 12 لحد ما أوصل. جو ساعة تلج ورايح دلوقتي على الامتحان. التانية بعد ما رجعت البيت لقيت الكل بيقول الامتحان ما كانش سهل ابدا، والكل عمال يشتكي. صيدله في جامعه الجلاله واتقبلت الحمد لله. رحله التقديم كان مشي. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. تالتة ثانوي بجد هي سنة مختلفة عن كل السنين اللي بتمر بيها في حياتك، سنة ملهاش علاقة بأي حاجة قابلتها قبل كده، وأظن كمان ملهاش علاقة باللي هتقابله بعد كده. سنة بجد كده في النص، يعني انت اصلا بتخش السنه دي بكميه طاقه كبيره جدا، بس انت مش عارف الطاقه دي توجهها فين ولا تعمل بيها ايه. اول ما دخلت ثانوي كان نفسي بجد في حد يحكي لي كامل التجربه بتاعته في رحله الثانويه العامه، كل الاحداث اللي عملها، الغلطات اللي غلطها، الحاجات دي كلها عشان اتعلمها وما اكررهاش. في اول السنه خدت قرار ان انا اكون الشخص ده لغيري قدام. عشان كده بجد انا كنت موثق كل احداث السنه بتاعتي. انا بجد مريت بالسنه دي وعارف قد ايه هي سنه غبيه ورخمه، وقد إيه انت دلوقتي حاسس ان انت محشور فيها في دوامه انت بجد مش عارف تخرج منها، ولا عارف تتعامل، ولا عارف. انت اصلا من اغبى الحاجات اللي في الثانويه العامه ان انت دايما وانت ماشي، سواء انت كويس او لا، انت مش عارف انت ماشي صح او لا، مش عارف الطاقه اللي انت بتبذلها دي بتفرغها في المكان الصح ولا لا. والله بتمنى الفيديو ده يكون نقطه نور لحد دلوقتي قاعد في الضلمه بتاعت الثانويه العامه، وقد ايه بجد تاثيرها بيبقى وحش سواء عليك او على اهلك او على كل اللي حواليك، وقد ايه انت حاسس دايما نفسك ان انت مضغوط وكل مستني منك حاجه كبيره قوي، وانت اللي انت شايفه في السنه بيوريك ان كل حاجه بتقول لك مستحيل. شهر 8 ده مثلا مر معايا بثلاث مراحل بالظبط. المرحله الاولى في اول الشهر لقينا نتيجه الثانويه العامه اللي قبلنا ظهرت، درجات كتيره جدا كانت وحشه، وكله طالع بيقول انه مظلوم، واللي يقول لك رحت عملت تظلم ومش ورقتي وقعد. الفكره فعلا كان في ناس كتيره قوي اتظلمت. وهنا بقى بيجي مدخل من اهم مداخل الشيطان، اللي هو انت ليه تتعب وليه تذاكر يا ابني؟ ما انت هيحصل لك نفس اللي حصل لهم، هو نفس السيناريو باختلاف الشخصيات. النتيجة ظهرت النهاردة بتاعت تالتة ثانوي اللي فاتت. النتيجة أقرب لشحن تليفون من إنها نتيجة حد بجد. عشان كده جاي اقول لك ما تغلطش غلطتي، وسيبك من كل المجاميع اللي انت شفتها وحشه والارقام اللي انت شايفها وناس شاطره جدا جابت حاجات وحشه جدا. انت ركز على نفسك وبس. يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. خلي ده بجد مبدأك. ففي الفتره دي انسى اي مجموع بتسمعه، اي رقم، اي حاجه. المرحله الثانيه بقى وهي المرحله الطبيعيه اصلا، اللي هو انت مرحله الحيره، اللي هو بالظبط انا عندي طاقه، عندي مجهود، معايا وقت، بس انا مش عارف اخد عن المدرس فلان ولا المدرس علان، اكتفي بدرس واحد ولا درسين في الماده، طب اروح منصات ولا اخلي كله اوفلاين. في المرحله دي بجد لازم تسيبك من اي حد ياخدهم لك كل واحده من دول، كل نقطه من دول على حده، ويقعد بقى يقول لك في النقطه دي لازم تعمل كذا ودي تعمل كذا ودي. انت اللي لازم تجرب كل حاجه من دول، تجرب في مدرس فلان وعلان، ولو الاتنين مع بعض هيكون احسن ولا لا. انا بطبعي بحب مثلا المنصات، مش بحب الاوفلاين. طب خلاص ليه انزل؟ انا بعرف اتحكم بنفسي. لا انا ما بعرفش اقيد نفسي ان انا اسمع المنصه، فانا لازم انزل درس. انا بفهم بالتفاعل مع المدرس. انت بتختلف من واحد لواحد، ممكن واحد يستريح كده وواحد لا. فالصح في الحاجات دي كلها ان انت لازم تجرب كل الحاجات دي. وشهر 8 اصلا 8 و9 و10 على فكره الثانويه العامه بجد ما بداتش، فالفتره دي بتبقى هي دي الفتره اللي انت المفروض تجرب فيها وتستريح فيها. لسه بحاول أظبط نومي الفترة دي، جدول المذاكرة، طريقة المذاكرة، أفهم المواد هتمشي إزاي، أحل ولا حل كتير ولا شرح كتير ولا أفهم كتير، أروح درس ولا لأ، أروح كذا درس يعني ولا لأ مش محتاجة. لا لسه في بداية السنة كمان بحاول أفهم الموضوع، بس مع ذلك الموضوع حاسس بتعب إن المناهج طويلة جدا والدروس كتير. المرحله الثالثه بقى اللي في الثانويه العامه، اللي هو ان عقلك يقعد يلعبك. طب ما الثانويه العامه سهله اهي، طب ما اول درس بسيط اهو، في بتساوي اي في ار، يا جماعه الفيزياء ايه اللي صعبه بقى وبعبع الثانويه العامه. مش هنكر في مواد كتير قوي اتحسنت فيها الحمد لله، مع اني لسه بادئ ولسه سنه. يعني انا اخدت في كل ماده اول درس مثلا، بس حسيت ان انا بتعامل كويس مع الاحياء مع الجيولوجيا، مع اني حاسس ان المواد دي لسه ما بداتش اصلا، بس برضه حاسس ان انا
تمكن منها. على فكره صعوبه الثانويه العامه مش في ان الحاجه اللي انت بتذاكرها نفسها هي اللي صعبه، الفكره ان انت لازم تقضي السنه كلها برتم محدد طول السنه بالاستمراريه. يعني هو بجد فكره الثانويه العامه كلها والصعوبه اللي فيها فكره الاستمراريه، اللي هو ان انت قاعد بتكرر نفس الروتين لمده 360 يوم من غير ما تزهق. بعد كده دخلت في شهر 9، ده كان اول امتحان ليا في كل ماده على الدروس. طبعا انا كنت بادئ الثانويه العامه ما بقاليش شهر، فكنت حرفيا قاتل نفسي في المذاكره، وداخل الامتحان عامل حسابي بعد المذاكره دي كلها ان انا داخل هقفل الامتحان على طول في نص ساعه واخد بعضي وامشي. انا طلعت الاول على مجموعتي في الامتحان ده، انا فاكره كان امتحان احياء، بس انا جبت 36 من 50، وده كان اول امتحان امتحنه من اول السنه. فبجد اتضايقت جدا وكنت اتنشن اوفر من الامتحان ده. أول بدأت القصة بالأحياء جبتها كتير وحليت عليها، وكنت عامل حساب إن الامتحان سهل، الامتحان جه صعب محدش قفله أصلا. جبت أعلى درجة في مجموعتي يعني، بس برضه ما كانتش أحلى حاجة. اللي عايز اقوله لك بجد ان انت لازم تكون طول السنه مرن جدا، وما ياثرش فيك لا درجات الامتحان ولا كلام المدرسين ولا الجو بتاع التنميه البشريه ده اللي هو انت لازم تعمل وتحقق وتجيب. انت خليك مرن وخليك دايما واعي انه ممكن موضوع سقف توقعاتك ما يبقاش عالي قوي، ولو ما حصلش ما تزعلش، ده المقصود. بمناسبه الكلام عن المرونه والامتحانات، انا تاني امتحان امتحنته بعد الاحياء كان الفيزياء. انا شلت الامتحان ده. المهم فرجعت اجتهدت جدا وامتحنت امتحان بعده فيزياء، فشلت برضه الامتحان. فذاكرت جامد قوي 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 الشهر اللي بعده، فشلت برضه الامتحان. فغيرت المدرس كله ورحت عند مدرس تاني خالص وركزت معاه، قعدت معاه شهر كامل. وبعد شهر عمل امتحانات قبل ما يروح عمره، كان رايح عمره فعمل امتحانات، عمل 3 امتحانات شلتهم الثلاثه. انا فضلت من شهر 8 لشهر 12، مش هقول لك ان انا ما قفلتش ولا امتحان، انا ما فيش امتحان فيهم ما شلتوش، لكن من اول شهر 12 رجعت عند المدرس القديم عمل امتحان قفلت الامتحان. وفضلت من شهر 12 لحد اخر السنه انا ما نقصتش في ولا امتحان فيزياء تاني. وافتكر ان الفيزياء ان انا كنت مخلصها مع نفسي في شهر 4، وكانت اكتر ماده تعبت فيها اول السنه واكتر ماده ارتحت فيها في اخر السنه. في جميع مراحل حياتك هيجي عليك فتره كده في النص، مش هقول ان انت مستسلم، بس انت مش قادر تكمل، انت تعبان، انت زعلان، سواء بقى كان التعب ده جسدي انت فعلا مريض فمش قادر تكمل، او نفسي انت في حاجه مضايقاك مخلياك مش قادر تستمر في الرحله. وغالبا في اي مرحله من مراحل حياتك لما تمر بالفتره دي، فيبقى كل اللي عليك ان انت تستريح شويه، تاخد راحه، تبعد، وبعد كده ترجع بكامل قوتك تاني عادي وترجع تستمر في اللي انت كنت بتعمله. اغبى حاجه بجد انا حاسس بيها دلوقتي باللي في ثانويه عامه ان الاوبشن ده مش متاح ليك. انت في عز ما انت تعبان مش قادر، خلاص شغفك رايح، مفيش حاجه من ده كله، انت مضطر ان انت تكمل وتستمر، مفيش وقت للراحه، ما ينفعش، لان انت بجد في ماراثون انت بتجري وفي مليون واحد بيجري معاك. فلو انت وقفت تستريح دول هيبقوا قدام، فانت بس مش هتبقى تعبان، ده انت هتبقى تعبان ومتاخر كمان عنهم. المهم يعني شهر 9 و10 و11 انا دخلت في سلسله غريبه جدا من التعب اللي انا مش فاهم ايه سببه. يعني الحمد لله على كل حال، بس تعبت جسديا ونفسيا في الاثنين، حصل لي فيهم دروبات كتيره جدا. وعموما اي حاجه هتاخده بيها في حياتك لازم هيبقى فيه دروبات ومتغيرات انت مش مجهز لها. لان افتكر ان يوم 10/10/2022 ده بجد كان اغبى يوم مر عليا في الثانويه العامه. بجد اليوم ده كان صعب جدا وكان وحش جدا بالنسبه ليا، ومع ذلك انا كنت مضطر ان انا استمر واكمل. انا كنت حرفيا في اليوم ده فاكر وانا قاعد بذاكر، انا ربنا عالم بالواحد بجد كان مر بايه، وبرضه مضطر ان انت تقعد تكمل وتذاكر في اللي انت فيه ده. ده مش اليوم ده بس، في مرات كتير مريت فيها بتعب، بل ان افتكر ان جالي حتى الجدري وانا في الثانويه، والجدري ده مرض ما حدش يعرفه بجد غير اللي جربه. وكنت ساعتها مضطر ان انا اقوم واقعد على مكتب واقعد اذاكر وانا كده عشان ما اتاخرش عن اللي حواليا. اسبوع قاعد في البيت، بس عايز استغل الاسبوع ده. المهم الكل قال لي انك استحالة تقدر تذاكر 7 مواد في الاتنين بجد انا مهما اتكلمت وقلت عن تعبهم في الثانويه العامه معايا انا مش هوفي ربع في المية شكر على اللي هم قدموه ليا. بجد بابا وماما، انتوا عارفين لما تلاقي حد بيديك وهو مش مستني منك مقابل ولا مستني منك حاجه، مش مستني منك مجموع ولا نتيجه، هو بس بيديك لمجرد انه يديك. انا بجد والله مهما قلت ومهما عملت فانا مش هوفيهم ابدا شكر على التعب والمجهود اللي هم عملوه معايا طول السنه.
بل ان افتكر ان هم ساعات كانوا بيسهروا معايا لمجرد ان هم بس يونسوني وانا قاعد بذاكر. انا افتكر في مره من ليالي الثانويه العامه ان انا تعبت فرحت المستشفى، فوانا معلق محاليل شفتهم هما الاثنين قاعدين في حاله، انا معلق المحاليل وقاعد على السرير وانا بضحك انا عادي. هما اللي بجد كانوا شايلين هم فظيع، وشايلين هم ان في دروس هتتراكم عليا وان انا تعبان وان انا انا صورتهم هما الاثنين في اليوم ده من غير ما هم ياخدوا بالهم. بجد شكلهم في الصوره يعني معبر فعلا عن مشاعرهم. ودخلنا في شهر 12.